السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير، يومكم سعادة وهنا بإذن الله. النهاردة هنعمل البط المحشي بالرز بطريقة مميزة جدا وكلها أسرار وتكات هتخليكي تطلعي أجمل ذكر بط عمرك ما دقتي زيه. بس خلي بالك من التكات اللي أنا هقولها لك. هقولك على أسرار إن البط يطلع جوسي معاكي، هقولك على أسرار إنك ما يقابلكيش ريحه زفاره البط وانت بتاكليه، وهقول لك ازاي تطلعي قطعه اللحمه طريه وجوسي ومليانه رطوبه، يعني رطبه معاكي وانت بتاكليها كده. وهقول لك اسرار اللي بنحطها عشان تطلع نسيره اللحمه من الطيور اللي انت بتعمليها ايا كانت. نسيره مسكره كده فيها تسكيره، بس يعني انت مش فاهماها، انت فاهمه ان هي لذيذه بس. وهقول لك كمان ازاي تتخلصي من العقد الدمويه اللي بتبقى تقابلنا واحنا بناكل الطيور. تمام؟ خليكي معايا لاخر الفيديو. اول حاجه معايا ذكر بط متنضف كويس جدا، وبعد الذبح حطيناه في الثلاجه لمده 8 ساعات. ليه 8 ساعات؟ عشان يتفرز حمض اللاكتيك اسيد. الحمض ده مهم جدا، هو اللي بيحول لي الانسجه ان هي تبقى طريه معايا وجوسي. ده اول سر. تاني سر، لازم ننقعه في محلول النقع. محلول النقع بيبقى عباره عن 3 لتر ميه ونص ميه، 3 لتر ونص ميه، كوبايه الا ربع سكر، نص كوبايه ملح، ورق لوري، حبوب الفلفل الاسود، حبوب فلفل ابيض، ورق لوري، حبهان حبوب بس مشقوق عشان يطلع الريحه الجميله بتاعته، قرنفل اللي هو مسمار، ممكن زعتر، ممكن روزماري، اي عشبه انت بتفضليها وبتحبيها وبتحبي نكهتها ايا كان. بننقعه ليله كامله في الثلاجه، لازم في الثلاجه، لان الطيور بتبقى مليانه بكتيريا يا جماعه، زي بكتيريا السالمونيلا وزي بكتيريا الليستيريا، ويعني بكتيريا كتير. فلازم نحط الطيور في الثلاجه في محلول النقع، ما ينفعش ننقعه بره الثلاجه دي، يعني لازم تخلوا بالكم من النقطه دي كويس جدا. طيب، فايده محلول النقع هيخلي لنا قطعه اللحمه مليانه بالعصاره، لانها هتشد ميه وهتشد ريحه التوابل كلها. وكمان هتستفادي من محلول النقع ان قطعه اللحمه تكون منكهه من الداخل، لانها قعدت ليله كامله في التتبيله ديت. وكمان الملح بيخش على الانسجه، يحول البروتين لماده عامله زي الجيلاتين كده، الجيلي كده، ماده يعني هشه. يعني ايه؟ بيحول لك البروتين القاسي الماده هشه كده، الماده هشه، فبيخليها تمتص بسهوله النكهات اللي احنا حطيناها في محلول النقع ده. فبيحصل تبادل بين انسجه اللحم وبين الايه؟ روايح التوابل اللي احنا حطيناها يا حبايبي. تمام؟ فبكده بنكون استفدنا ان قطعه اللحم بقت جوسي، مهما نعرضها للحراره هي جوسي لانها ممتصه ميه بزياده، وكمان نكهات داخليه قبل خارجيه. وكمان هنستفاد ما يقابلناش عقد دمويه، لان الميه المنكهه ديت هتسحب اي عقد دمويه من داخل الانسجه. تمام يا حبايبي؟ وكمان ذكر البط هيستوي بسرعه لانه اوريدي هو سحب ميه، فبالتالي مش هياخد وقت على الايه؟ على النار. طيب، ايه المنكهات اللي بنحطها في الشوربه؟ حبوب فلفل اسود، وانا حطاها حبوب هنا، مش حطيته بودر عشان ما يغمقليش الشوربه. وهنا معايا بصله مقطعه اربع زي ما انتم شايفين كده، وانا بحب احطها كده، مش بحب ايه اخلصها للنهايه يعني. وطماطميه اوريدي زيها، وقرن فلفل اهوت، ومشقوق برده من النص عشان يطلع ايه؟ النكهات بتاعته. طيب، اما الحشوه، معانا رز، معانا بصل، معايا فلفل اسود، معايا ورق لوري، معايا حبهان، ولازم يكون الحبهان مشقوق كده، لانك لو مش شقتيه كده مش هيطلع النكهه بتاعته. تمام؟ يلا بينا نروح على النار هنشوف هنعمل ايه يا حبايبي. اول حاجه بنعملها يا حبايبي هي ان احنا بنفتح على الحله وبنحط طماطمايه وبصلايه وقرن الفلفل وحبوب الفلفل الاسود. تمام؟ بنغطي عليها على بال ما تفور. احنا بنعمل بقى خلطه الرز اللي هنحشي بيها الايه؟ البط. اول
اول حاجه انا بضيف الرز، اسفه، على الصوت، وبعدين الزيت، احط شويه زيت محترمين زي ما انتم شايفين، وبعدين هقلب تقليبه اهو زي ما انتم شايفين اهو. واول ما الرز ياخد التشويحه هنزل بالبصل المفروم اهو واقلب. واحده تقول لي ما حطيتيش البصل ليه قبل ما تحطي الرز؟ عشان لو حطيت البصل على نار قويه هيحمر وهيقلب على تقليه، وانا مش عايزه البصل يقلب على تقليه، بالعكس. واول ما احط البصل يبقى حبيب البصل الفلفل الاسود. الله على الريحه، مش قادره اقول لكم. وحطيت ورق اللوري وفصين الحبهان. تمام، ما شاء الله تبارك الله. مش قادره اقول لكم على الريحه يا جماعه اهو. وفي الوقت ده لازم اضيف حوالي نص كوبايه ميه علشان الرز يستوي حتى ولو نص سوا، علشان هيكمل سواه والبطه بتستوي. تمام، عشان ما يبقاش بيقرش معايا. واغطي عليه حوالي 7 دقايق وارجع له. وهنا هنفتح على الرز، ما شاء الله تبارك الله. هو كده يعني بدأ يعني يتشرب الميه، فانا بقى هنزله يبرد، وما يبرد نرجع بقى نحشي الايه ذكر البط. بعد ما الرز هدي شويه هبدأ احشي ذكر البط. ما شاء الله تبارك الله على الريحه. عايزه اقول لكم الفلفل الاسود مع البصل ما شاء الله تبارك الله، الريحه جميله قوي. وانا هنا كده ان شاء الله ضامنه ان الرز ده هيستوي اثناء سوى البط، فعشان هو سويته 3/4 سوا. لكن لو كنت حطيته ني مش كان هيستوي كامل السوى، كان هيبقى فيه قرشه، وانا لازم ندي الحاجه ايه حقها. تمام. عايزه اقول لكم ورقه اللوري ديت يعني فايدتها ايه اللي هي على المعلقه ديت؟ فايدتها ان هي بتحول الدهون الثلاثيه لدهون احاديه. يعني مش بنحطها بس كده عشان ريحه ولا كده، لا، هي لها فايده كبيره قوي. عايزه اقول لكم ان كميه الرز دي كبيره، بس ما شاء الله البط واخدها. عارفين ليه؟ عشان انا سويته. لكن لو كنا حطيناه حب بحاله من غير ما يستوي، البطه مش كانت هتاخد الكميه دي كلها. فاهميني؟ وبكده نكون خلصنا حشو البطه. نقفل بقى. هنا معايا 2 خله، هنبدا نقفل من هنا ومن هنا كده بالراحه خالص. شايفين العظمه ما شاء الله اهو، سديناها كويس قوي. وايه هنبدا ننزلها. بس الاول هعمل حاجه واقول لكم عليها. شايفين الثقبين دول؟ انا عملتهم بالسكينه دلوقتي عشان اضمن ان الشوربه تدخل للرز تسويه. تمام. يلا بقى بينا نروح على الحله ونسقط ذكر البط. الميه فارت وهنبدا ندلي ذكرور البط. ما شاء الله تبارك الله. ولازم يا حبايبي الميه تبقى مغطيه الذكر زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله تبارك الله. وهنغطي عليه بقى نسيبه يستوي ونرجع مع بعض. واهو يا حبايبي البط استوى. وعرفت ازاي ان هو استوى؟ شايفين الجناح انهار خالص اهو. نطلعه ونبدا في تحميره. واهو يا حبايبي حطينا الماده الدهنيه. طبعا براحتك، تحط زيت، تحط سمنه، تحط زبده، براحتك خالص. حمرت الماده اللي انت عايزاها. بس اهم حاجه لو حطيتي زبده ما تنسيش تحطي معاها شويه زيت عشان الزبده ما تتحرقش. قلبناه وهنستنى الجنب التاني يتحمر ونرجع. اظن بقى الجواب باين من عنوانه. زي ما انتم شايفين المنظر يشهي. وطبعا اكيد 1,000,000% ان احنا لما نقعناه في محلول الناقع اكيد القطع اللحم جوسي وطريه ومنكهه من جوه، وهتطلع نتيجه ولا اروع من كده. هو سخن جدا يعني لسه طالع من على النار. كان نفسي يعني اقطع لكم واوريكم، بس طبعا هو حامي جدا. امشي على الخطوات واحفظي الاسرار اللي انا قلتها لك من اول الفيديو. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. ويا ريت
تعملوا الخطوات اللي انا قلت لكم عليها، وتكتبوا لي في التعليقات النتيجه. مع السلامه.